الوجع لا يناقش. يعني ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيساوي صفوف الجيش يوم غزوة بدر حرك أحد الجنود لورا بالعصاية كده، يعني خبطه خبطة بسيطة في بطنه كده عشان يساوي الصف. فالجندي قال له: أوجعتني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحبيب ما استناش، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريفة وادى الجندي ده العصاية وقال له من غير تردد: اقتص. سيدنا الحبيب ما نقشوش، ما قالوش لا دي ما بتوجعش، دي بسيطة، انا كنت بساويك بالصف، انت اللي كنت غلطان. شوفوا بقى كام واحد بتقوله انت وجعتني ويحاول يقنعك انك غلطان اصلا، ويقولك الموضوع مش مستاهل، انت مكبره بزيادة، انت بتدلع، انا ما عملتلكش حاجة. درجة احساسنا بالألم من المواقف مختلفة، ما ينفعش تقيم شعور حد بقلبك انت. الوجع لا يناقش، لكن يتداوى بكل الطرق لبقاء الود.